وفي هذه الجمعة التي هي في العشر الأخير من شهر صفر لعام 1442 من الهجرة النبوية الشريفة، أنا باسمي وباسم علماء دار الإفتاء العراقية وباسم كل عراقي مخلص شريف أؤيد وأطالب الحكومة العراقية أن لا تضع أصابعها في أذنها ولتسمع لشعبها. اليوم الشعب العراقي عنده مطلبان عظيمان مهمان، الواحدة أهم من الآخر. المطلب الأول إصدار العفو العام، لا مجاملة ولا مماحلة ولا مماطلة ولا شيء من ذلك، لأن الذين اليوم الذين يودعون في السجون أكثر من 42,000 سني محكوم، 8,000 سني محكوم بالإعدام. هؤلاء الذين أخرجوهم على ساحات المنصات وذهبوا يرتزقون ويستجدون من البلدان ويأتون إليهم بالأموال ويأتون إليهم بالسلاح، جندوهم، سلحوهم، ورطوهم، خرجوا لهم على قنوات الشذوذ والخيانة والفتنة، من قنوات الغش والكذب، نساء مخمرات ولعلهن أن يكون مذيعات، واعترفن على أنه فعل بهن واعتدي على أعراضهن، فخرجوا الشباب وهيجوا غيرة الشباب وشيمة الرجال، خرجوهم ثم نكتوا بهم وخانوهم وجاءوا اختبأوا في المنطقة الحمراء، اختبأوا هناك، ومنهم من هو الآن وزير، ومن هو رئيس برلمان، وأولاد المساكين وأولاد الفقراء يحكمون ويرمون في السجون. فيا حول ولا قوة إلا بالله على كل ظالم وعلى كل مصر يرفع شعار اليهود الذين وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. آلاف تركن السجون، يريدون صلح، يريدون أمان، يريدون شباب تتعفف. إذا شاب والده محكوم مسجون 10 سنوات 15 سنة وأنت تطالب الابن أن يكون محترم، وتطلب من البنت أن تكون محشمة، وتطلب من الزوجة أن لا تبيع نفسها، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ العفو العام مطلب عام وهناك له تبعات. أنا أعاهد العراق وأعاهد كل العراقيين، إذا لم تصدر الحكومة العفو العام فسأصدر فتوى تحرم المشاركة في الانتخابات. هذا الأمر الأول.